تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم عين على المشهد. سنسلط الضوء مشاهدينا ضمن هذه الحلقة على الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، حيث جرى أمس عدة هجمات على منشآت خدمية وأيضا محطات الكهرباء وغيرها من المناطق في شمال وشرق سوريا، وراح ضحيتها 8 شهداء في المنطقة، وسيتم تشييعهم اليوم في مدينة قامشلو إلى مزار الشهيد دليل ساروخان. سنواكب الحدث مشاهدينا عبر بثنا المباشر، بالإضافة أيضا لردود أفعال رافضة للهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، وخروج الأهالي في كافة المناطق للتنديد بهجمات الاحتلال التركي على المنطقة. بالإضافة أيضا الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا نددت عبر بيان هذه الهجمات، وطالبت الأمم المتحدة بإدانة هذه العدوان وأيضا محاسبة تركيا على جرائمها في مناطق شمال وشرق سوريا. بالإضافة أيضا كان هناك عدة بيانات من قبل أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وأيضا مجلس سوريا الديمقراطية، ودعوا خلال بيانهم إلى وقف التصعيد التركي على مناطق شمال وشرق سوريا والتي تستهدف المدنيين بشكل مباشر، ومحاسبة تركيا على ما ترتكبه من جرائم بحق الأهالي في مناطق شمال وشرق سوريا. نعم مشاهدينا، هذه هي محاورنا لهذا اليوم. فاصل قصير ومن ثم نبدأ بمحورنا الأول. نعم مشاهدينا، تسبب قصف الاحتلال التركي أمس على عدة مناطق في شمال وشرق سوريا على المنشآت الحيوية والخدمية والتجارية في المنطقة، باستشهاد 8 من أهالي مدينة قامشلو والذي سيتم تشييعهم اليوم في مزار الشهيد دليل ساروخان، بالإضافة أيضا لإصابة العشرات من الأهالي في المنطقة نتيجة القصف العنيف على المنشآت الخدمية والتجارية على المنطقة. بالإضافة أيضا قام الاحتلال التركي باستهداف عدة مناطق في ناحية عمودة، حيث قام باستهداف صالة نادي كرم على طريق أدرباسية، بالإضافة أيضا لاستهداف أيضا معمل رهلات للزيتون وأيضا غيرها من المناطق، وأيضا قام باستهداف مناطق مقاطعة الشهباء وشيراوة، وأيضا كان هناك قصف عنيف على كوباني أمس، واستهدف أيضا مشفى في مشفى مشتى نور في مدينة كوباني، وخروج المشفى عن الخدمة بشكل كامل نتيجة القصف العنيف من قبل الاحتلال التركي. أيضا في مدينة قامشلو قام الاحتلال التركي مساء أمس بقصف المنشآت الخدمية والمراكز الصحية، حيث قام باستهداف معمل الأكسجين في مدينة قامشلو والذي يقدم خدمات كثيرة لأهالي المنطقة، وخروج المشفى عن الخدمة بسبب الدمار الهائل في المشفى بسبب قصف الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا. نعم مشاهدينا، للحديث أكثر عن هذه الهجمات والأضرار التي نجمت عنها نتيجة استهداف الاحتلال التركي للمنشآت الخدمية في مناطق شمال وشرق سوريا، ينضم معنا عبر الهاتف السيد سليمان عرب، الرئيس المشترك لهيئة البلديات في مقاطعة الجزيرة. سيد سليمان، مرحبا بك. يعني تصعيد عنيف من قبل دولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا واستهداف المنشآت الخدمية والتجارية والحيوية مستهدفا الأهالي بشكل مباشر. يعني لو تضعنا بصورة الأضرار التي نتج عن قصف الاحتلال التركي على المراكز الخدمية وأيضا على المراكز الحيوية في مناطق شمال وشرق سوريا، تفضل. تحية لكم وللمشاهدين الكرام. أهلا بك. نعم، منذ 23 من الشهر دولة الاحتلال التركي مستمرة في استخدام السلاح الجوي والقصف المدفعي على عموم مناطق إقليم شمال وشرق سوريا. من المعلوم أن هذه الهجمات هي مستمرة، ومنذ بداية الثورة السورية ومنذ بداية ثورة روجافا. هذه الهجمات تهدف إلى الإبادة ونشر الذعر والخوف وضرب
البنية التحتية وسبل العيش والمؤسسات الديمقراطية والمكتسبات التي خلقها الشعب هنا في مناطق شمال وشرق سوريا. طبعا هناك أضرار كثيرة ناجمة عن هذه الهجمات، كون هذه الهجمات تستهدف بشكل مباشر المراكز الخدمية والمؤسسات الديمقراطية، أي أن دولة الاحتلال التركي تهدف إلى قطاع الكهرباء والمياه والخدمات بشكل عام عن عموم الشعب. طبعا من الجدير أن نذكر ونشير إلى أن هذه الهجمات تستهدف المدنيين بشكل مباشر، تستهدف المؤسسات المدنية وتستهدف المؤسسات الديمقراطية. لذلك كون لا توجد هناك قوات عسكرية في هذه المناطق ولا يوجد أي خسائر عسكرية بشرية أو مادية من ناحية القوات العسكرية، ولكن هناك خسائر في المدنيين. هناك أكثر من هناك 8 شهداء في مدينة قامشلو، والمراسيم في هذه اللحظات في مدينة قامشلو، وأيضا هناك المؤسسات المدنية التي تضررت ويتم الإعلان عنها بشكل مباشر ومع الرأي العام. لذلك أعتقد أن هذه الهجمات تستهدف الروح المعنوية بهدف التهجير وبهدف ضرب التجربة الديمقراطية في مناطق شمال وشرق سوريا. وأريد أن أشير بشكل واضح أن الخطوات السياسية والإدارية التي اتخذتها الإدارة الذاتية في هذه المنطقة من خلال إعلان العقد الاجتماعي، من خلال عقد المؤتمرات للقوى السياسية الديمقراطية التي أعلنت انتصار مشاريعها السياسية والالتفات الجماهيري والشعبي الكبير في الداخل والخارج حول هذه التجربة بشكل واضح. طبعا بعد أن فشلت كافة الجهود في ضرب الاستقرار الداخلي في مناطق الإدارة الذاتية، بعد أن فشلت المؤامرة على مناطق دير الزور والرقة، بعد أن فشلت المعارضة ودولة الاحتلال التركي في التسلل إلى الداخل وضرب الاستقرار الداخلي في مناطق شمال وشرق سوريا، بالطبع دولة الاحتلال التركي تود أن من خلال هذه الهجمات أن تضرب الروح المعنوية والمكتسبات على الأرض والمؤسسات المدنية للتجربة الديمقراطية في هذه المنطقة. لذلك أعتقد من خلال المظاهرات والاعتصامات والصدى الشعبي في تلك في كافة المناطق في شمال شرق سوريا ردت على دولة الاحتلال التركي أننا أصحابي قضية ونحن سوريين، نحن ككرد وعرب وسوريان ومكونات المنطقة نستطيع أن نستمر في المقاومة، نستطيع أن نعيش من دون خدمات ورفاهية، من دون تقديم الخدمات بالشكل الأمثل والمطلوب، ولكننا لا نستطيع أن نعيش من دون كرامة ولا نقبل الاحتلال ولا نقبل السياسات والرضوخ سياسات دولة الاحتلال التركي أو الأنظمة الإقليمية في المنطقة. يعني أعتقد كان وما يزال الرد الشعبي من الناحية السياسية ومن الناحية العامة واضحا ضد هذه الهجمات. لذلك أعتقد أن شعبنا ونحن هنا في مناطق شمال شرق سوريا نحن نؤكد وبإصرار أننا مستمرون في المشروع الديمقراطي، مستمرون بالحفاظ على الخط الثالث والاستراتيجي الذي لن يقبل بعد اليوم سياسات دولة الاحتلال التركي أو الاحتلال أو السياسات الاستبدادية في سوريا.
نحن بهذا نعلن موقفنا، وأعتقد اليوم في جميع مدن وبلدات شمال وشرق سوريا هناك مسيرات وهناك اعتصامات ومراسيم للشهداء تؤكد على الالتزام بالخط الديمقراطي، بالحوار، بالنموذج الإدارة الذاتية، بالحوار السوري بأخوة الشعوب والعيش المشترك، والاستمرار في ترسيخ فلسفة الأمة الديمقراطية لتستطيع الإدارة الذاتية أن تستمر في هذه المنطقة. نعم سيد سليمان، يعني إضافة إلى ما ذكرت، يعني استهداف الاحتلال التركي لوحدة التعايش المشترك في مناطق شمال وشرق سوريا، وأيضا كان هناك كما ذكرت المصادقة على العقد الاجتماعي والتطور في المنطقة، وأيضا اجتماع مسد الرابع، مؤتمر مسد الرابع، والذي كان له عدة مخرجات، وأيضا يعني في إطار العمل الدبلوماسي في مناطق شمال وشرق سوريا على الواقع الخدمي. بالنسبة للواقع الخدمي، يعني تأثير الهجمات التركية على الأعمال الخدمية التي تقومون بها في مناطق شمال وشرق سوريا، وأيضا كان هناك عدة مشاريع حيوية في المنطقة من قبل هيئة البلديات في مقاطعة الجزيرة. نعم بالتأكيد، يعني الهجمات تؤثر على الواقع الخدمي. يعني مع بدء الهجمات تم قطع التيار الكهربائي على كامل المؤسسات الخدمية ومحطات المياه في المنطقة. الإدارة الذاتية أعلنت توقف العمل بشكل جزئي والاعتماد على حالة الطوارئ واستمرار حالة الطوارئ في المنطقة. بالتأكيد المشاريع الاستراتيجية في المنطقة نتيجة استهداف الطيران الاحتلال التركي لكافة المنشآت، اضطرت الإدارة الذاتية إلى اتخاذ بعض التدابير لحماية العاملين يتسنى لها إعادة التنظيم والبدء بهذه المشاريع. بالتأكيد أثرت هذه الهجمات بشكل مباشر على قطاعات الطاقة، يعني تم ضرب المراكز الحيوية التي تدعم الإدارة بالنفط وبالغاز وبالطاقة بشكل عام. تم استهداف مراكز تحويل الطاقة الكهربائية، تم استهداف المشاغل الحيوية التي يعمل بها المئات من أبناء المنطقة. طبعا أثرت بشكل مباشر على كافة الأعمال على الأرض، كون هناك طيران مسير مستمر في السماء ب 24 ساعة في اليوم، وهذا من المحتمل أن يتم الاستهداف لأي حركة موجودة على الأرض. طبعا هذا هو الواقع الذي نعيشه منذ 4 أيام تقريبا بشكل مستمر، ولكن مع الأسف لا توجد هناك أصوات في العالم، في القوى الدولية، في القوى التي تدعي حقوق الإنسان، في التحالف الدولي، القوى الإقليمية الموجودة. لا توجد هناك أصوات تدعو لتوقف أو هذه الهجمات الغاشمة لدولة الاحتلال التركي على المدنيين وعلى المؤسسات المدنية والخدمية. يعني طبعا المحتل التركي أردوغان كان يتباكى على أهلنا في غزة، كان يقول أن إسرائيل تقطع الكهرباء والمياه عن المدنيين، وهو حاليا يقوم بهذه الأفعال الشنيعة هذه الحرب البربرية على الملايين من المدنيين وأهلنا في مناطق شمال وشرق سوريا. يعني هذه هناك صمت دولي، هناك كأنه هناك اتفاق على شن هذه الهجمات على هذه المنطقة. طبعا نحن هنا نؤكد مرة أخرى أننا نعتمد على قوانا الذاتية. هذه المؤسسات التي تستهدف حاليا بنيت وتأسست بإرادة ذاتية
اعتمادا على امكانيات الشعب عذرا للمقاطعة سيد سليمان. بقرار داخلي في هذه المنطقه. نعم سيد سليمان، عذرا للمقاطعة لضيق الوقت. أشكرك جزيل الشكر على كل المعلومات التي تفضلت بها حول الهجمات وتصعيد هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا. نعم مشاهدينا، أيضا ينضم معنا مباشرة السيد حمدان العابد، نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا. سيد حمدان، مرحبا بك على شاشتنا. يعني تصعيد عنيف من قبل الاحتلال التركي وهجمات وحشية استهدفت المدنيين أمس على مناطق شمال وشرق سوريا. لما كل هذا التواطؤ من قبل المجتمع الدولي تجاه ما يرتكبه الاحتلال التركي من جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين في شمال وشرق سوريا؟ تفضل. تحية لكم ولقناتكم الكريمة وللعاملين الأخوة المستمعين والمشاهدين. أهلا بك. لا يسعني إلا أن أترحم على شهداء المدنيين والعسكريين الذين سقطوا في أثناء هذا الهجوم الغاشم التركي باتجاه إقليم شمال وشرق سوريا. نحن لاحظنا منذ بداية الأزمة السورية وأن التدخل التركي والتدخل الإيراني واضح وسافر في سوريا عامة وخاصة في شمال وشرق سوريا، لكن الجانب التركي دائما عندما كانت المجموعات الإرهابية المسيطرة على المنطقة لا نرى أي طائرة مسيرة أو طلقة من بارودة أو أكثر من ذلك توجهت باتجاه هؤلاء الإرهابيين الذين دعمتهم الدولة العثمانية الحديثة. اليوم نحن على مشهد متكرر من الهجمات وهذه الحرب الدائرة، رغم أن كان هناك اتفاقيات لوقف التصعيد ووقف إطلاق النار من قبل الوسطاء الأمريكان والتحالف الدولي وكذلك روسيا الاتحادية، لكن تركيا لا تلقي بالا ولا تتقيد بأي معاهدة أو اتفاقية. هي ما تريده حاليا هي التوسع في سوريا عموما وخاصة من بوابة شمال وشرق سوريا، وهذا الهدف هو ضغط على الإدارة الذاتية وضغط على الحكومة السورية وضغط على التحالف الدولي وعلى المجتمع الدولي من أن يكون هناك لها موطئ قدم في سوريا بشكل أوسع من ذلك نتيجة التدخل والاحتلالات التي قامت بها في عفرين وتل أبيض ورأس العين، وكذلك دعمها للمجموعات المسلحة في جبهة النصرة والمجموعات المصنفة إرهابيا عالميا. اليوم نحن على حالة متكررة من الهجمات المسيرة والطائران الحربي والسلاح الثقيل بقصف على طول منطقة إقليم شمال وشرق سوريا. اليوم نرى أن تركيا قد اتخذت نهجا آخر بعد أن قامت بالهجمات المسلحة، كذلك تنشيط الخلايا النائمة، زرع الفتنة، قطع مياه نهر الفرات، قطع مياه الشرب، فكل هذه الأساليب عمدت إليها وباءت بالفشل نتيجة تكاتف الشعب السوري في شمال وشرق سوريا والتفافهم حول الإدارة الذاتية. أما اليوم نجدها نهجت نهجا آخر هو بقرارات الأمم المتحدة وبقرارات السلم والحرب أنها ممنوعة وترتقى إلى جرائم حرب عندما تقصف المنشآت النفطية والكهرباء والمياه والمستشفيات والمصانع المدنية. فهذه دلالة على أن تركيا قد نفذت كل أوراقها واستعملت الأسلوب الآخر هو للضغط على الأهالي من أجل أهداف معينة، أولا لتصدير أزمتها الداخلية نتيجة الجدل الذي حدث منذ أيام في البرلمان التركي حول الأوضاع الاقتصادية، ثانيا تنشيط خلايا داعش وعودة داعش من جديد إلى السيطرة على هذه المنطقة والضغط على العالم برمته، فهو خطر ليس على شمال وشرق سوريا وعلى سوريا وإنما على العالم أجمع. كذلك لأهداف أخرى هي التغيير الديمغرافي لطرد سكان هذه المنطقة واستجلاب آخرين لدى لكن الدولة التركية لم تأخذ الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية ومن التحالف الدولي ومن روسيا الاتحادية بشأن هجوم بري واسع واحتلال أماكن أخرى، إنما استهدفت هذه الأساليب الأخرى لضرب البنى التحتية وضرب المنشآت النفطية وضرب الكهرباء وضرب المشافي للضغط على السكان للهجرة ومن أجل أن تزعزع الأمن والاستقرار في هذه المنطقة. فنجد أن الدولة التركية لا يروق لها أن يكون على حدودها هناك نظام ديمقراطي أو أمن واستقرار في هذه المنطقة، فهي تريد دائما أن تجعل منطقة إقليم شمال وشرق سوريا كمثل غرب الفرات، أن تكون هناك الفصائل المسيطرة وأن
أن تستمد معلوماتها ومعلوماتها الاستخبارية والاقتصادية واللوجستية من خلال الميت التركي ومن خلال الاستخبارات التركية للهدف الضغط على الشعب السوري وعلى سوريا عموما. نعم سيد حمدان، يعني اليوم في ظل هذا التواطؤ الدولي وصمت المجتمع الدولي تجاه ما يرتكبه الاحتلال التركي في مناطق شمال وشرق سوريا، ما المطلوب من أهالي المنطقة من كافة المكونات للتصدي لهذه الاعتداءات على مناطق شمال وشرق سوريا ولإفشال المخططات العدائية تجاه مناطقنا؟ طبعا تركيا تباكت على الشعب السوري وتباكت على سكان قطاع غزة قبل سابقا، ولكنها هي أرادت أن تكون في هذه الظروف حرب غزة أن تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بضرب غزة وضرب المنشآت التحتية البنى التحتية. تريد تركيا أن تقول للعالم وللمجتمع الدولي وللمجلس الأمن وللأمم المتحدة لماذا لم تطبقوا قرارات الأمم المتحدة على إسرائيل وتريدون أن تطبقوها علينا. كذلك الهدف الآخر أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى تركيا كدولة حليفة وعضو بحلف الناتو، وكذلك روسيا الاتحادية في هذه الظروف الصعبة كذلك تريد أن تجذب تركيا إلى جانبها من أجل حرب أوكرانيا ومن أجل توسيعها في المنطقة النفوذ الروسي في هذه المنطقة. فنجد أن كل الدول لها مصالح مع تركيا فتغض الطرف عندنا، ولكن ما نقول هو أن كما أفشلنا هذه المؤامرات السابقة لدولة الاحتلال التركي، اليوم كذلك متكاتفين ومصممين إصرارا، وكافة شعوب هذه المنطقة وكافة المكونات في شمال وشرق متحدة على هدف واحد، هو أن تركيا دولة احتلال، ودولة الاحتلال لا تقدم للأرض المحتلة أو للشعب المحتل أي من مقومات الحياة كما خلفه العثمانيين منذ 400 سنة في الشرق الأوسط. نعم، أشكرك جزيل الشكر السيد حمدان العبد، نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا. كل الشكر على كل ما تفضلت به. نعم مشاهدينا، اليوم أيضا تشييع شهداء قصف الاحتلال التركي في مزار الشهيد دليل ساروخان. هناك 8 شهداء ارتقوا إلى مرتبة الشهادة نتيجة قصف الاحتلال التركي الهمجي على المنشآت الخدمية والتجارية واستهداف المدنيين بشكل مباشر. أيضا هناك إصابات كثيرة في صفوف المدنيين، وكان هناك نداء من قبل مشفى الشهيد خبات وأيضا مشفى القلب والعين للتبرع بالدم بكافة الزمر نتيجة الحالات الحرجة في المشفى. إضافة إلى ذلك مشاهدينا، هناك قصف عنيف أيضا على مناطق كوباني والشيرة وأيضا مقاطعة الشهباء. هناك استهداف لمرآب للسيارات في مدينة كوباني. نعم مشاهدينا، ننتقل مباشرة إلى مدينة قامشلو وتنضم معي مباشرة السيدة عايدة خليل، عضوة مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو. سيدة عايدة مرحبا بك. يعني يوم أسود على المنطقة، 8 شهداء ارتقوا إلى مرتبة الشهادة نتيجة القصف العنيف والوحشي على مناطق شمال وشرق سوريا. اليوم يعني لو تضعين بصورة الوضع الأجواء في مدينة قامشلو، هناك مشاركة من كافة المكونات، هناك تنديد من قبل كافة المكونات وللتصدي لكافة المخططات وهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا. تفضلي. نحن الآن أمام مرحلة تاريخية يعيش شعب شمال وشرق سوريا تحت قصف منذ 5 أيام، وراح ضحيتها من المدنيين. الشهداء كانوا في مكاتبهم أثناء القصف. إن استهداف النظام التركي أردوغان السفاح، راح شهداؤنا ضحية هذا السفاح المجرم الذي يقصف منطقتنا. أردوغان يقصف حتى قصفه وصل إلى البنية التحتية خاصة بالمدنيين. إذا أردوغان كان يحارب الجيش العسكري فلماذا يحارب يقصف المدنيين؟ نحن الآن أمام مراسيم 6 شهداء راح ضحية هذه القصف،
وأردوغان السفاح المجرم لا يستطيع كسر إرادتنا. إن إرادتنا أقوى من طيران أردوغان. سنقف في وجهه حتى آخر نقطة دماء في أجسادنا. شعب روجافا دفع الشهداء وسندفع أكثر حتى نوقف هذه القصف وأجرامية أردوغان. نحن شعب شمال وشرق سوريا، أردوغان لا يستطيع كسر إرادتنا. سنقف في وجهه حتى آخر نقطة دماء في أجسادنا. نعم سيدة عايدة، يعني أمام هذا الصمت تجاه العدوان التركي كمجلس عوائل الشهداء، كعوائل شهداء في قامشلو وأهالي مدينة قامشلو، ما هي رسالتكم للمنظمات الدولية للمجتمع الدولي تجاه ما يقوم به الاحتلال التركي، وما المطلوب اليوم من كافة الأهالي للوقوف في وجه هذا العدوان الهمجي على مناطق شمال وشرق سوريا؟ هذه القصف على شعب شمال وشرق سوريا أمام أعين جميع الحلف الناتو وحقوق الإنسان. نحن نرى ليس هناك حلف الناتو ولا الدول الغربية أمام أعينهم يرون هذه القصف العنيف على الشعب وليس لديهم أي رد، كأنهم لا يرون أي شيء. نعم سيدة عايدة خليل، أشكرك جزيل الشكر على كل المعلومات التي تفضلت بها. كنت معي من مدينة قامشلو، وهناك تجمع من الأهالي لتشييع شهداء قصف الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا. شكرا جزيلا لك. نعم مشاهدينا، كما ذكرنا هناك استهدافات متواصلة على مناطق شمال وشرق سوريا في عدة نقاط ومراكز خدمية وأيضا منشآت حيوية ومراكز للطاقة. أيضا هناك استهداف للمنشآت الخدمية في المنطقة، وأيضا كان هناك استهدافين أيضا في مدينة ناحية عمودة، كان هناك استهداف لصالة كرم، وأيضا كان هناك استهداف أيضا لمعمل للزيتون في مدينة عمودة، معمل رهالات للزيتون. طبعا هذه الاستهدافات تطال كافة مناطق شمال وشرق سوريا، هجمات وحشية يعني لا تفرق بين مدني أو عسكري، وأيضا تستهدف المنشآت الخدمية والبنى التحتية، وأيضا كافة سبل عيش الأهالي في مناطق شمال وشرق سوريا بهدف تجويع الأهالي واتباع سياسة التهجير في مناطق شمال وشرق سوريا. لكن الأهالي بكافة المكونات خرجت إلى الساحات للتنديد بهذه الهجمات الوحشية على مناطق شمال وشرق سوريا وحرب الإبادة التي تقوم بها دولة الاحتلال التركية على المنطقة. طبعا كان هناك تنديدات من قبل الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، وأيضا من مجلس سوريا الديمقراطية، وأيضا من باقي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وأيضا كان هناك تنديد أيضا من قبل منظمة أطباء بلا حدود لقصف الاحتلال التركي على مركز صحي في مدينة كوباني، المشفى الذي تم استهدافه من قبل الاحتلال التركي، مشفى نور في مدينة كوباني، والذي خرج عن الخدمة نتيجة قصف الاحتلال التركي. هذا المشفى الذي كان يخدم الأهالي في مدينة كوباني بشكل مجاني، الاحتلال التركي قام باستهدافه أيضا ضمن المراكز الصحية التي تم استهدافها في مدينة قامش. هناك أيضا معمل الأكسجين في مدينة قامشلو تم استهدافها من قبل الاحتلال التركي مساء أمس، وأيضا قام باستهداف منشآت خدمية، وأيضا قام باستهداف مطبعة سيماف المخصص للكتب والقرطاسية المدرسية، بالإضافة أيضا قام باستهداف محطة القطار في مدينة قامشلو. كان هناك أيضا استهداف كان هناك بيان من قبل الأحزاب السياسية والقوى المعارضة للتنديد بهجمات الاحتلال التركي. تم استهداف نقطة بالقرب على بعد أمتار من مكان إلقاء البيان من قبل الأحزاب السياسية للتنديد بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال
شرق سوريا. طبعا أيضا القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية أصدرت بيان للتنديد بحرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، ودعت أيضا الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها وواجبها الأخلاقي تجاه الأهالي في شمال وشرق سوريا والتنديد بهذا العدوان ومحاسبة تركيا على كل ما تقوم به من جرائم بحق الأهالي في شمال وشرق سوريا. طبعا دولة الاحتلال التركية تشن منذ 23 من كانون الأول الجاري قصفا عنيفا ومكثفا على إقليم شمال وشرق سوريا، ومستهدفا بالدرجة الأولى البنى التحتية والمرافق الخدمية والمناطق الآهلة بالسكان. طبعا في أمام كل هذه الهجمات لاقت هذه الهجمات ردود أفعال غاضبة من قبل أهالي شمال وشرق سوريا. طبعا تعرض 22 موقعا في إقليم شمال وشرق سوريا للاستهداف التركي بما فيها مشفى في مدينة كوباني وأيضا معمل الأكسجين في مدينة قامشلو. هناك أيضا منشآت خدمية وتجارية ومؤسسات تجارية في إقليم شمال وشرق سوريا تعرضت لهجمات الاحتلال التركي. طبعا هذه الهجمات جميعها أسفرت عن استشهاد 8 مدنيين وإصابة 18 آخرين في مدينتي قامشلو وكوباني، بالإضافة أيضا إلى الأضرار الكبيرة التي نجمت والحرائق التي اندلعت في الأماكن التي تم استهدافها من قبل الاحتلال التركي. طبعا هناك فعاليات كثيرة اليوم في مناطق شمال وشرق سوريا، كان هناك أيضا فعاليات يوم أمس في مدينة قامشلو للتنديد بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، وأيضا للتنديد بكافة الهجمات على مناطق شمال وشرق سوريا. طبعا قوات سوريا الديمقراطية أكدت أن الهجمات الجوية التي بدأتها الدولة التركية الفاشية في 23 من كانون الأول الجاري طبعا هدفها الترهيب وإبادة شعوب المنطقة، وأيضا بهدف تهجير الأهالي من مناطقهم. طبعا هناك أيضا عدة أماكن تم قصفها بالإضافة إلى مدينة قامشلو وكوباني. كان هناك استهداف أيضا لمراكز عديدة في مدينة عامودة، وأيضا هناك أيضا عدة مراكز ومنشآت خيوية تم استهدافها. طبعا مشاهدينا للمزيد من التفاصيل ومعرفة الأوضاع في مدينة عامودة وما خلفه قصف الاحتلال التركي على عدة نقاط في مدينة عامودة ينضم معي السيد سليمان شيخي الرئاسة المشتركة لمجلس ناحية عامودة. سيد سليمان مرحبا بك. يعني مناطق شمال وشرق سوريا تعرضت لقصف عنيف أمس من قبل الطيران التركي. في مدينة عامودة أيضا تم استهداف عدة نقاط. لو تضعنا وهناك أيضا شهداء وخيمة من ورائك وأيضا غضب واسع من قبل الأهالي في مناطق شمال وشرق سوريا، ما الذي جرى أمس في مدينة عامودة والأضرار التي نجمت نتيجة الاستهداف التركي الهمجي؟ تفضل. أهلا بكم وبجميع المشاهدين. أهلا بك. طبعا في أثناء انشغال العالم بحرب غزة ومباركة أعياد رأس السنة الميلادية، العالم يتمنى السلام في العام القادم عام 2024. الدولة التركية تستغل هذه الأحداث التي تجري في المنطقة لضرب سبل عيش شعبنا. طبعا كما رأينا قبل يومين بدأت من ديريك وحتى تربسبيه وقامشلو وعمودة وحتى كوباني، يعني على الشريط الحدودي تحاول تدمير سبل العيش لشعبنا بهدف تهجير الشعب وإجراء التغيير الديمغرافي. الدولة التركية منذ تأسيسها في عام 1923 وعندما توقعت اتفاقية لوزان طبعا أخذت قرار بإبادة الشعب الكردي والشعوب الأخرى، ومنذ ذلك الحين يمر شعبنا بالمجازر. طبعا الدولة التركية ارتكبت الكثير من المجازر بهدف إبادة هذا الشعب. وعندما بدأت هذه الثورة في 2011 حاولت الدولة التركية
عن طريق الحركات الإرهابية المتشددة السيطرة على مناطق شمال وشرق سوريا، ولكن كل مؤامراتها باءت بالفشل. والآن تريد هي بنفسها أن تتدخل، كما رأينا احتلت عفرين وسريكانية وقريسبي وترتكب يوميا مجازر في هذه المناطق وتجري التغيير الديمغرافي وتنتهك كافة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية أمام أعين التحالف الدولي والدولة الروسية التي وقعت معها اتفاق وقف إطلاق النار عام 2019. ولكن عندما تهاجم الدولة التركية على مناطقنا يكونون صامتين ولا يقفون أو يوفون بعهودهم. نعم سيد سلمان، بالنسبة للفعاليات التي تنظم في مدينة عمودة للتنديد بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، يوضعنا بصورة هذه الفعاليات التي تقام في مدينة عمودة. طبعا البارحة الدولة التركية ضربت 3 نقاط، منهم معمل الزيتون كان يعمل بها 100 عامل، وهؤلاء وراءهم 100 عائلة، يعني مئات الأشخاص يعيشون من وراء هذا المعمل. أيضا ضربت صالة كرم للحفلات ومعمل الحبوب، معمل العدس والقمح. هذه طبعا منشآت خاصة، منشآت مدنيين، طبعا أدى إلى غضب ضمن صفوف الشعب. لذلك نصبنا هذه الخيمة، خيمة الاعتصام اليوم، وكما ترون شعبنا يتجه إلى هذه الخيمة للتنديد بهذه الأفعال اللا إنسانية من قبل الدولة التركية وللتنديد بالصمت الدولي. نعم سيد سلمان، يعني إضافة إلى ما ذكرت، يعني اليوم أمام كل هذه الهجمات على مناطق شمال وشرق سوريا، ما المطلوب من أهالي المنطقة للتصدي لعدوان الاحتلال التركي وللوقوف بوجه سياسات الإبادة أو حرب الإبادة التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا واستهداف البنى التحتية والمرافق الخدمية بهدف تجويع الأهالي؟ طبعا المطلوب من شعبنا، والشعب لا يقصر، يعني المطلوب في هذه الأثناء أن ينتفض الشعب، يعني على مستوى شمال وشرق سوريا، وهو ينتفض في الحقيقة. يعني شعبنا طبعا اختار البقاء على أرضه، واختار أن يدافع عن أرضه وعن مكتسباته وعن قيم الشهداء. لذلك مطلوب من الشعب أن ينتفض وأن يقوم بالأنشطة الديمقراطية، وماذا يطلب منه يجب أن يقوم به في الدفاع عن أرضه وكرامته. لذلك نحن كشعب ثوري نعاهد شهداءنا، نعاهد شعبنا، نعاهد القائد آبو بأننا سنستمر في هذه الفعاليات، وسنقاوم وسنناضل ضد هذه الأفعال وضد من يعتدي على أرضنا. نعم سيد سلمان، يعني بالإضافة أيضا لخيمة الاعتصام التي ذكرتها، لو طلعنا بصورة الأوضاع حاليا، هل هناك إقبال من قبل الأهالي هذه فعاليات هذه الخيمة، خيمة الاعتصام في مدينة عمودة؟ لو تضعنا بتفاصيل أوفى عن هذه الخيمة. طبعا البارحة نصبنا هذه الخيمة، اتجه الشعب إلى هذه الفعالية، واليوم يتجهوا بالمئات إلى هذه الخيمة. طبعا هذه الخيمة ستستمر اليوم على مدى يوم كامل. كافة شرائح الشعب
انضم إلى هذه الفعالية وسينضم لاحقا أيضا. نعم، أشكرك جزيل الشكر السيد سليمان الشيخي، الرئاسة المشتركة لمجلس ناحية عمودة. كل الشكر على كل ما تفضلت به من معلومات. كنت معي من مدينة عمودة. نعم مشاهدينا، هناك أيضا خيمة اعتصام كما رأينا قبل ثوان. هناك خيمة اعتصام في مدينة عمودة للتنديد بهجمات الاحتلال التركي، حيث توافد الأهالي مساء أمس إلى هذه الخيمة. وأيضا هناك فعاليات ومظاهرات مستمرة في مدينة عمودة وفي باقي أديان مناطق شمال وشرق سوريا للتنديد بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال لشرق سوريا. طبعا هناك تنديدات من قبل الاحتلال التركي على هذه، هناك تنديد من قبل الأهالي في كافة المناطق في شمال وشرق سوريا. نعم مشاهدينا، للحديث أكثر عن هذه الأحداث والتطورات في شمال وشرق سوريا تنضم معي عبر الهاتف السيدة سهام حمو، الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي لمدينة منبج وريفها. سيدة سهام، مرحبا بك. يعني استهداف متواصل على كافة مناطق شمال وشرق سوريا للمنشآت الخدمية والبنية التحتية، أيضا في مدينة منبج كان هناك استهدافات وأيضا عمليات من قبل الاحتلال التركي لزعزعة الأمن والاستقرار. لو تضعينا بصورة الوضع في مدينة منبج وما خلفه الاحتلال التركي من استهدافات على المنطقة، تفضلي. بداية أسعد الله صباحكم بكل خير. طبعا دولة الاحتلال التركي ومنذ أيام تستمر في هجماتها الوحشية واعتداءاتها وانتهاكاتها على مناطق شمال وشرق سوريا عامة من منبج إلى جيري. هذه الاستهدافات وهذه الاعتداءات التي تطال المنشآت الحيوية والبنى التحتية في مناطق شمال وشرق سوريا، فدولة الاحتلال التركي وممارساته الوحشية بحق شعوب الحجر في شمال وشرق سوريا نعلم جيدا دائما تحاول كسر إرادة الشعوب الحجر، تحاول دائما أن يكون هناك محاربة للشعب ولقمة عيش الشعب من خلال استهدافاتها للبنية التحتية والمراكز الخدمية الأساسية التي لها صلة مباشرة مع الشعب. طبعا مثل ما شاهدنا الاستهداف الأكبر كانت في مدينة قامشلو، وأيضا الاستهداف كان في مدينة كوباني، وأيضا كل المناطق لم تسلم من وحشية الاحتلال التركي، فهي تستهدف المشافي، تستهدف المنشآت الحيوية، تستهدف كل المراكز والمؤسسات الخدمية التابعة للإدارة، إضافة لاستهدافها للمراكز العسكرية. فهي خلال استهدافاتها ومن خلال اعتداءاتها العشوائية والوحشية بحق شعوب شمال وشرق سوريا هي تحاول كسر إرادة الشعوب، تحاول أن يكون هناك زعزعة وهناك حالة فوضى وعدم استقرار لدى الأهالي في مناطق شمال وشرق سوريا. في هذه الأيام طبعا هي أيام سلام، أيام اطمئنانية، نحن مقبلون على عام جديد يحمل معه السلام، ولكن دولة الاحتلال التركي هي دائما راعية لعدم السلام وراعية لعدم الاستقرار والأمن، دائما تحاول أن يكون الشعب في حالة الفوضى وفي حالة الخوف هلع لدى الأهالي. فمن خلال استهدافها للمناطق الآهلة بالسكان ومن خلال استهدافها للمراكز مثل ما ذكرت الخدمية التي هي على تماس مباشر مع الشعب، انقطاع الكهرباء، وأيضا استهدافها للمشافي، فهي تعبر من خلال استهدافاتها الوحشية أن يكون الشعب في حالة الخوف ويكون هناك عدم أمن واستقرار في المنطقة بشكل عام. نعلم جيدا ان مناطق شمال وشرق سوريا هي المناطق اكثر استقرارا واكثر استقرارا وامنا داخليا، ولكن دائما من خلال الهجمات المعاديه، من خلال الاستهدافات الوحشيه التي تطال المدنيين، فهناك عدد من الشهداء المدنيين وعدد من الجرحى من خلال استهدافاتها لهذه المراكز. طبعا كل ما يجري وكل ما تقوم به دولة الاحتلال التركي من ممارسات لا أخلاقية ولا إنسانية منافية للقوانين الإنسانية. طبعا هي أمام مرآة العالم تقوم بكل هذه الممارسات. طبعا للأسف هناك صمت دولي، هناك لا يكون هناك أي موقف تجاه الدول الضامنة الموجودة التي يجب
أن تبدي موقفا جادا تجاه وحيال هذه الهجمات الوحشية واللا أخلاقية واللا إنسانية بحق شعوب المنطقة، الذي يجب في هذه الأيام مثل ما ذكرت أن يكون يحتفلون بأيام سلام وبأيام اطمئنانية. طبعا نحن اليوم في مدينة منبج كباقي المقاطعات والإدارات الأخرى، كافة أهالي مدينة منبج بكافة مكوناتها وشرائحها وأطيافها يقولون بصوت واحد، ينددون هذه الهجمات والاعتداءات ويستنكرونها ويطالبون المجتمع الدولي أن يكون هناك موقف جاد خلال هذه الهجمات التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي بحق أهالينا المدنيين وبحق مناطقنا الآمنة، بحق هذه المناطق الآهلة بالسكان، أن تبدي موقفا وأن تقوم ما يجب أن تقوم به من موقف دولي. وأن هذه الجرائم التي تقوم بها طبعا هي جرائم ترتقي لجرائم حرب، فهي دراسة ممنهجة من قبل دولة الاحتلال التركي من خلال استهدافاتها على مناطقنا عامة، على السروط الحدودي عامة. فنحن هنا في مدينة منبج وكإدارة كأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وكافة شرائح مكونات شمال وشرق سوريا هم سيكملون المسيرة النضالية ومقاومون، وهم لديهم إرادة وإصرار وعزيمة قوية تجاه هذه الهجمات العدائية تجاه دولة الاحتلال التركي. يقولون طبعا في صوت واحد مثل ما حذرنا هذه المناطق من التنظيمات الإرهابية سنبقى مقاومون متكاتفون مع كافة المناطق اقليم شمال وشرق سوريا لدحر اي ارهاب، لدحر اي احتلال جديد. وايضا يطالبون مثل ما ذكرت بان يكون هناك موقف دولي تجاه ما تتعرض له مناطقنا بشكل عام. طيب سيدة سهام، يعني امام كل هذه الهجمات اليوم نرى هجمات وحشية وبربرية على مناطق شمال وشرق سوريا، يعني ما هدف الاحتلال التركي بالدرجة الأولى من هذه الهجمات، وبالأخص تستهدف المراكز الخدمية والمنشآت الحيوية وأيضا غيرها من المناطق في شمال وشرق سوريا، خاصة بعد المصادقة على العقد الاجتماعي لإقليم شمال وشرق سوريا ومؤتمر مسد الرابع. يعني نرى استهداف للتطور الذي يحدث في مناطق شمال وشرق سوريا. طبعا ذكرت بعد المصادقة على العقد الاجتماعي الذي هو بمثابة الدستور لمناطق لإقليم شمال وشرق سوريا بكافة مقاطعاته، طبعا زادت من وتيرة هجماتها العدائية على مناطقها وانتهاكاتها للحقوق ولحقوق الإنسانية. طبعا هي تحاول مثل ما ذكرت كسر إرادة المكونات في شمال وشرق سوريا أن تخلق شرخا بين الإدارة وبين الأهالي، لأن من خلال استهدافها للمراكز الخدمية هناك حالة مثل ما نعلم خوف هلع لدى الأهالي، فهي استهدفت البنية التحتية، استهدفت الكهرباء، استهدفت مراكز المياه، استهدفت المشافي، وتستهدف كافة المراكز الخدمية التي تهم الشعب وعلى صلة مباشرة مع الشعب. فهي تحاول أن تكسر من إرادة الشعب ويكون هناك حالة صرف بين الإدارة وبين الأهالي. نعلم جيدا طبعا ليس بالجدير من دولة الاحتلال التركي باستهدافاتها وبوحشياتها الاعتدائية، فهي تحاول بكل الأساليب بشتى الأساليب والوسائل لتخلق هذه الفوضى وتخلق حالة عدم الأمن والاستقرار في مناطقنا التي تنعم بالأمن والاستقرار. طبعا أهالينا وعونا لما تقوم به دولة الاحتلال التركي، فمن خلال نشاهد على مدار 3 أيام من خلال استهدافاتها الوحشية بحق مناطقنا هناك فعاليات، هناك مظاهرات، هناك إلقاء بيانات. كافة أهالي شمال وشرق سوريا بكافة مكوناتها تشارك في هذه المظاهرات وهذه البيانات، منددون ومستنكرون لما تقوم به أفعال وممارسات لا أخلاقية ولا إنسانية بحق شعوب المنطقة. طبعا هي ما تقوم به دولة الاحتلال التركي نعلم جيدا هي مبررات بعيدة كل البعد عن الصحة، هي دائما تقوم بمبررات وأسباب لمصالحها، ولكن نعلم جيدا هي هدفها الأساسي هي تقوم باحتلالات شديدة للمناطق، يكون هناك ضرب للأمن والاستقرار للمناطق بحجة إعادة الأمجاد العثمانية
التي كانت موجودة، ولكن كافة أهالي شمال وشرق سوريا وعونا لما تقوم به دولة الاحتلال التركي صامدون في وجه هذه الاعتداءات، ومقاومون طبعا بإرادة قوية بعزيمة قوية، وستستمر وسيكون هناك تصعيد لوتيرة النضال والمقاومة ويكونون أهالي شمال وشرق سوريا مساندين لقوات سوريا الديمقراطية في وجه هذه الانتهاكات والضربات الوحشية التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي بحق مناطقنا وبحق أهالينا كافة. نعم، أشكرك جزيل الشكر السيدة سهام حموى، الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي في مدينة منبج وريفها. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. نعم مشاهدينا، اليوم أيضا سيكون هناك بيان بتمام الساعة 1 لهيئة الصحة في مقاطعة الجزيرة في مدينة قامشلو للتنديد بهجمات الاحتلال التركي، وبالأخص على المراكز الصحية واستهداف معمل الأكسجين في مدينة قامشلو، وأيضا استهداف مشفى في مدينة كوباني، مشفى مشتى نور، والذي يقدم خدماته مجانا لأهالي مدينة كوباني. بالإضافة أيضا هناك فعاليات ومظاهرات في مناطق شمال وشرق سوريا، وأيضا تشييع ل8 شهداء استشهدوا أثناء قصف الاحتلال التركي يوم أمس على مناطق شمال وشرق سوريا. بالإضافة أيضا هناك ردود أفعال غاضبة ومنددة تجاه ما يقوم به الاحتلال التركي من جرائم بحق الأهالي في مناطق شمال وشرق سوريا. في الختام، الرحمة لجميع الشهداء والشفاء العاجل للجرحى. دمتم ودامت مناطق شمال وشرق سوريا بألف خير. إلى اللقاء.